تخيلي انك دخلتي البنك والموظف قالك عندنا صندوق استثمار هيديكي عائد اعلى من الشهادات وادارة احترافية وامان اكتر من الاسهم وسيولة اكتر من الودائع الثابتة. اول حاجة هتيجي في بالك ايه؟ اخيرا لقيت الاستثمار المثالي. بس بعد سنة تكتشفي ان جزء من ارباحك راح في رسوم ادارية وجزء تاني راح في رسوم اكتتاب واسترداد، والعائد في الاخر ما كانش احسن من اللي كنتي تقدري تحققيه لوحدك. ايه رأيك لو قلتلك ان ده بالظبط اللي حصل معايا لما جربت صناديق الاستثمار التقليدية لأول مرة؟ انا ريهام، واستثمرت لحوالي سنة في صناديق تابعة لأحد البنوك. كانت تجربة مش سيئة، بس كانت مليانة مفاجآت ما كنتش أتوقعها. النهاردة هحكيلك الحقيقة الكاملة عن صناديق الاستثمار التقليدية، ايه مميزاتها الفعلية وايه عيوبها اللي محدش بيقولك عليها، وامتى تكون مناسبة ليكي وامتى تبعدي عنها. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. خليني أحكيلك بصراحة ايه اللي حصل معايا في صناديق الاستثمار. في 2022 بعد ما كونت شوية خبرة مع أذون الخزانة، كنت عايزة أجرب حاجة تديني عائد أعلى، بس مش عايزة أخش في الأسهم المنفردة لأنها بتحتاج وقت ومعرفة عميقة. دخلت على موقع بنك من البنوك الكبيرة وقريت كل المعلومات المتاحة عن صناديق الاستثمار اللي بيطرحها البنك، وقريت مديرين محترفين، تنويع في الاستثمارات، عائد أفضل من الشهادات، وسيولة في أي وقت. قررت أجرب ودخلت بحوالي 100,000 جنيه ووزعتهم على نوعين من الصناديق: صندوق دخل ثابت عشان الأمان، وصندوق أسهم نشط عشان العائد الأعلى. في البداية كان كل حاجة شكلها كويس، الأرقام بتتحرك، بتوصلني تقارير شهرية، حسيت إني بعمل استثمار احترافي. بس مع الوقت بدأت ألاحظ حاجات ما كنتش منتبهة ليها في البداية. أولا الرسوم، في رسوم اكتتاب، الرسوم إدارة سنوية، ورسوم استرداد، كل شهر جزء من أرباحي بيختفي في الرسوم دي. ثانيا الأداء، لقيت إن أداء الصناديق مش أحسن كتير من اللي كنت أقدر أحققه لو استثمرت في أذون الخزانة أو حتى مؤشر من مؤشرات البورصة. ثالثا السرعة، لما حصل تعويم صناديق الأسهم طلعت بسرعة فعلا، بس صناديق الدخل الثابت احتاجت وقت طويل عشان تتحرك رغم إن أسعار الفايدة ارتفعت ساعتها. بعد سنة كاملة قررت أخرج جزء كبير من الصناديق دي، مش لأنها خسرتني فلوس، لأنها حققت أرباح، بس الأرباح دي ما كانتش تستاهل التعقيد والرسوم. وده اللي خلاني أفهم إن صناديق الاستثمار التقليدية مش الاستثمار السحري اللي بيتم تسويقه، لكن أداة ليها مكانها في ظروف معينة. صناديق الاستثمار التقليدية أو الميوتشوال فاندز هي صناديق بتجمع فلوس من مستثمرين كتير وبتديها لمدير صندوق محترف يستثمرها نيابة عنهم. الفكرة بسيطة، انتي بتشتري وحدات في الصندوق، كل وحدة ليها سعر، السعر ده بيتحدد حسب قيمة الأصول اللي الصندوق مستثمر فيها. الفرق بين صناديق الاستثمار التقليدية وصناديق المؤشرات إن هنا فيه مدير بيحاول يتفوق على السوق، بيشتري ويبيع أسهم حسب تحليله ورأيه بدل ما يتتبع مؤشر محدد. والنتيجة إن أداء الصندوق بيعتمد على مهارة مدير الصندوق، ممكن يكون أحسن من السوق وممكن يكون أسوأ. في مصر عندنا أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار، كل نوع ليه هدف وسياسة استثمار مختلفة. صناديق الدخل الثابت بتستثمر في أذون الخزانة والسندات والودائع، مخاطرها منخفضة نسبيا، عائدها ثابت ومعتدل، مناسبة للي عايزة أمان أكتر من العائد العالي. وصناديق الأسهم النشطة بتستثمر في أسهم الشركات المقيدة في البورصة، مخاطرها أعلى بكتير، عائدها متغير، ممكن يكون عالي جدا أو خسارة، المدير بيختار الأسهم حسب تحليله. والصناديق المتوازنة بتستثمر في أسهم وسندات مع بعض، مخاطرها متوسطة وبتحاول توازن بين الأمان والعائد. والصناديق الإسلامية بتتبع أحكام الشريعة الإسلامية، بتبعد عن الشركات المحرمة زي البنوك الربوية والخمور. وصناديق القطاعات بتركز على قطاع معين، بنوك، عقارات، اتصالات، مخاطرها عالية لأن التنويع محدود، بس ممكن تحقق عوائد ممتازة لو القطاع ده نجح. وصناديق السيولة بتستثمر في أدوات قصيرة الأجل، بتوفر سيولة عالية جدا، عائدها منخفض، شبه حساب التوفير بس بعائد أعلى شوية.
تعالي نقارن صناديق الاستثمار التقليدية بالبدائل التانية. صناديق الاستثمار التقليدية مقابل صناديق المؤشرات. في الصناديق التقليدية مدير نشط بيحاول يتفوق على السوق، ورسوم إدارة عالية، وأداء متغير ممكن أحسن أو أسوأ من السوق، وبتحتاج بحث عن مدير الصندوق ومهارته. أما صناديق المؤشرات بتتبع مؤشر محدد وبس، رسوم إدارة منخفضة تكاد تكون صفر، وأداء متوقع زي المؤشر بالظبط، مش محتاجة بحث معقد. صناديق الاستثمار مقابل أذون الخزانة. الصناديق عائدها متغير، ممكن أعلى أو أقل، وسيولة جيدة بس مش مضمونة وفيها مخاطرة. أذون الخزانة عائدها مضمون ومعروف مقدما، وضمانها حكومي بس العائد ثابت ومحدود. صناديق الاستثمار في مصر موجودة من سنين طويلة، بس لسه الوعي بيها محدود. الوضع الحالي إن معظم البنوك الكبيرة عندها صناديق استثمار. البنك التجاري الدولي من أكتر البنوك اللي بيوفر معلومات شفافة عن أداء صناديقه، وشركات إدارة الأصول زي بيلتون والأهلي لإدارة الاستثمارات عندهم صناديق متنوعة. بدأت تطبيقات زي ثاندر تسهل الاستثمار في بعض الصناديق أونلاين. التحديات هي قلة الشفافية في بعض الصناديق، ورسوم مرتفعة مقارنة بالعوائد، وعدم توفر معلومات كافية عن أداء الصناديق تاريخيا، وصعوبة المقارنة بين الصناديق المختلفة، ومعظم الاكتتاب لسه بيحتاج زيارة للفروع. الفرص هي زيادة الوعي الاستثماري، ودخول التكنولوجيا، وتسهيل الاستثمار أونلاين، والمنافسة بين البنوك بتخفض الرسوم تدريجيا. دي أشهر المفاهيم الغلط عن صناديق الاستثمار. المفهوم الأول، الإدارة الاحترافية بتضمن عائد أعلى. الحقيقة معظم المديرين النشطين ما بيتفوقوش على أداء السوق على المدى الطويل، والدراسات بتأكد إن أقل من 20% من الصناديق النشطة بتحقق عائد أعلى من مؤشرات السوق. المفهوم التاني، الرسوم ما بتفرقش كتير. الحقيقة إن رسوم الإدارة حتى لو كانت مجرد من 2 ل 3% سنويا ممكن تاكل جزء كبير من العائد مع الوقت. لو عندك عائد 10% والرسوم 2%، يبقى العائد الفعلي 8% تقريبا أو أقل. المفهوم الثالث، صناديق الدخل الثابت آمنة 100%. الحقيقة رغم إنها أقل مخاطرة، لكن قيمة الوحدات بتتغير مع تغير أسعار الفايدة والظروف الاقتصادية. المفهوم الرابع، كل صناديق البنك الواحد زي بعض. الحقيقة كل صندوق ليه مدير وسياسة استثمار مختلفة. ممكن صندوق في نفس البنك يحقق عائد ممتاز وصندوق تاني يخسر. المفهوم الخامس، لازم استنى سنة عشان أشوف النتيجة. الحقيقة تقدري تراقبي الأداء شهريا ويوميا كمان، ولو إني ما بنصحش بكده، وتقارنيه بالمؤشرات. لو الأداء ضعيف لفترة طويلة مفيش مانع تغيري الصندوق. دي أهم المخاوف والأسئلة الشائعة عن صناديق الاستثمار. إيه اللي يحصل لو الشركة اللي بتدير الصندوق أفلست؟ أصول الصندوق منفصلة عن أصول الشركة ومحفوظة في بنك أمين. حتى لو الشركة أفلست فلوسك محمية. ليه أداء صناديق الدخل الثابت بطيء في الاستجابة للتغيرات؟ لأن الصناديق دي بتستثمر في أدوات طويلة الأجل زي السندات. لما الفايدة بترتفع، السندات القديمة بأسعار فايدة أقل قيمتها بتقل، فالصندوق بيحتاج وقت عشان يتخلص منها ويشتري أدوات جديدة. إزاي أعرف مدير الصندوق شاطر ولا لأ؟ شوفي أداء الصندوق على فترات مختلفة، سنة، 3 سنين، 5 سنين، وقارنيه بمؤشر السوق المناسب. لو مش متفوق عليه يبقى مفيش فايدة من الرسوم الإضافية. هل الصناديق الإسلامية عائدها أقل؟ مش بالضرورة. الأداء بيعتمد على مهارة المدير أكتر من نوع الاستثمار، بس الخيارات أقل لأنهم بيستبعدوا قطاعات معينة. إمتى أعرف إن الوقت مناسب أخرج من الصندوق؟ لو الأداء ضعيف مقارنة بالسوق لفترة طويلة، سنة أو أكتر، أو لو احتجتي الفلوس، أو لو لقيتي بديل أفضل. في أكتر من طريقة للاستثمار في الصناديق. الطريقة الأولى من خلال البنوك. كل البنوك الكبيرة عندها صناديق استثمار. البنك التجاري الدولي من أفضل البنوك في توفير معلومات بمستوى عالي من الشفافية. بنك مصر والأهلي عندهم خيارات متنوعة. بنك البركة وفيصل الإسلامي للصناديق الإسلامية. الطريقة التانية شركات إدارة الأصول. بيلتون عندهم صناديق متنوعة ومعلومات كويسة. الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وشركات تانية بدأت تظهر في السوق. الطريقة الثالثة التطبيقات الرقمية. ثاندر بيوفر إمكانية الاستثمار في بعض الصناديق أونلاين، وتطبيقات بعض البنوك، ومنصات رقمية جديدة بدأت تظهر. الخطوات العملية هي إنك 1.
تحددي هدفك من الاستثمار والمدة الزمنية. 2. قيمي قدرتك على تحمل المخاطر. 3. قارني بين الصناديق المختلفة من ناحية الأداء والرسوم. 4. اقري النشرة الاستثمارية بعناية. 5. ابدأي بمبلغ صغير للتجربة. 6. راقبي الأداء دوريا. نصايح مهمة: دوري على الصناديق اللي ملهاش رسوم اكتتاب أو استرداد. اتأكدي من رسوم الإدارة السنوية. قارني الأداء التاريخي بالمؤشرات، وابعدي عن الصناديق اللي ملهاش تاريخ واضح في الأداء. دي بعض الاستراتيجيات الذكية اللي ممكن تستخدميها لو استثمرتي في الصناديق. استراتيجية التنويع بين الأنواع: ما تحطيش كل فلوسك في نوع واحد من الصناديق، وزعي بين صناديق دخل ثابت وأسهم حسب عمرك وأهدافك. استراتيجية مراقبة الأداء: قارني أداء الصندوق بمؤشر السوق المناسب كل 3 شهور. لو الصندوق مش متفوق على المؤشر لمدة سنة، فكري في البديل. اعملي مراجعة سنوية شاملة لكل استثماراتك. استراتيجية تقليل التكاليف: استثمري مبالغ أكبر مرة واحدة بدل مبالغ صغيرة متكررة، وده لو في رسوم ثابتة على كل حركة بيع أو شراء. دوري على صناديق بدون رسوم اكتتاب أو استرداد، وفكري في صناديق المؤشرات كبديل لتقليل الرسوم. استراتيجية التوقيت: لو السوق في قمته ركزي أكتر على صناديق الدخل الثابت. لو السوق منخفض، ده وقت جيد للاستثمار في صناديق الأسهم. بس ما تحاوليش تتوقعي السوق بدقة، الاستثمار المنتظم أفضل. دي أكبر الأخطاء اللي كتير مننا بيقع فيها مع صناديق الاستثمار. الخطأ الأول: اختيار الصندوق على أساس العائد السنة اللي فاتت بس. الأداء خلال سنة واحدة ممكن يكون مضلل، شوفي الأداء على 3-5 سنين على الأقل. الخطأ التاني: تجاهل الرسوم. كتير من المستثمرين ما بيحسبوش تأثير الرسوم على العائد النهائي. الرسوم 2% سنويا ممكن تقلل ثروتك 20% على الأقل على مدى 10 سنين. الخطأ الثالث: عدم قراءة النشرة الاستثمارية. النشرة فيها معلومات مهمة عن سياسة الاستثمار والمخاطر والرسوم، قرايتها هتوفر عليكي مفاجآت كتيرة. الخطأ الرابع: الاستثمار في صناديق كتيرة من نفس النوع. لو عندك 5 صناديق أسهم مختلفة، ده مش شرط يكون تنويع، ده تعقيد ومش شرط يكون بفايدة. الخطأ الخامس: عدم المتابعة الدورية. كتير من المستثمرين بيسيبوا فلوسهم في الصندوق وينسوها. المتابعة مهمة عشان تتأكدي إن الأداء لسه مقبول. الخطأ السادس: الخروج عند أول خسارة. التقلبات طبيعية في الاستثمار، الهلع والبيع بسرعة بيحقق خسائرك فعليا. الخطأ السابع: تصديق الإعلانات والوعود. أفضل صندوق في السوق، أو عائد مضمون، كلها كلمات تسويقية. الأرقام والأداء الفعلي أهم. القاعدة المهمة إنك قبل ما تستثمري في أي صندوق تقليدي، اسألي نفسك: هل أقدر أحقق نفس النتيجة أو أفضل بطرق أبسط وأرخص؟ في كتير من الحالات الإجابة هتكون أيوة. مزيج من أذون الخزانة وصناديق المؤشرات ممكن يكون أفضل من الصناديق التقليدية. تحدي الأسبوع ده هو تقييم شامل لصناديق الاستثمار التقليدية. اليوم الأول: البحث والاستكشاف. ادخلي على موقع 3 بنوك كبيرة وشوفي الصناديق المتاحة. اقري عن أنواع الصناديق وسياسات الاستثمار. دوني الأسماء والأنواع المختلفة. اليوم التاني: مقارنة الرسوم. اجمعي معلومات عن رسوم الاكتتاب والاسترداد لكل صندوق. شوفي رسوم الإدارة السنوية. احسبي التكلفة الإجمالية لاستثمار 10,000 جنيه لمدة 3 سنين. اليوم الثالث: مقارنة الأداء. لو متوفر، شوفي أداء الصناديق في آخر 3 سنين. قارني بأداء مؤشر ال EGX 100 في نفس الفترة. قارني بعائد أذون الخزانة. اليوم الرابع: التطبيق العملي. افتحي تطبيق ثاندر وشوفي الصناديق المتاحة، وهتلاقي رابط التطبيق في وصف الحلقة. قارني الرسوم والخيارات المتاحة أونلاين مقابل في الفروع. اطلبي معلومات من بنكك عن صناديقهم. اليوم الخامس: تقييم المناسب ليكي. حددي هدفك الاستثماري والمدة الزمنية. قيمي قدرتك على تحمل المخاطر، وشوفي لو صناديق الاستثمار مناسبة ليكي ولا صناديق المؤشرات أفضل. اليوم السادس: وضع الخطة. لو قررتي تستثمري، حددي النوع والمبلغ. لو قررتي تتجنبيها، حددي البدائل. اعملي خطة مقارنة دورية كل 6 شهور. وابعتيلي نتائج التحدي على فلوس الست@gmail.com. عايزة أعرف إيه اللي اكتشفتوها عن الصناديق المتاحة في مصر، وإيه القرار اللي وصلتوا ليه. لو الحلقة دي ساعدتك تفهمي الحقيقة الكاملة عن صناديق الاستثمار التقليدية، أو خلتك تعيدي تفكير في استثماراتك دلوقتي، شاركي الحلقة.
خاصة مع البنات اللي بتقول عايزة استثمر بس مش عايزة أتعب نفسي في البحث. مهم يعرفوا إن الإدارة الاحترافية مش دايما أفضل من الاستثمار البسيط. ولو عندك تجربة شخصية مع صناديق الاستثمار أو لو عندك أسئلة عن صندوق معين ابعتيلي على فلوسالست@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. وما تنسيش تسيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه عشان الحلقة توصل لبنات أكتر محتاجين المعلومات دي. اللي عايزة أوصله النهاردة إن مفيش استثمار سحري، وإن البساطة أحيانا أفضل من التعقيد، وإن معرفة العيوب مهمة زي معرفة المميزات. صناديق الاستثمار التقليدية ليها مكانها بس مش مع كل الناس ومش في كل الظروف، والأهم إنك تكوني عارفة بالظبط إيه اللي بتدخلي فيه. صناديق الاستثمار التقليدية زي أي أداة مالية ليها إيجابيات وسلبيات. المهم إنك تكوني عارفة الحقيقة كاملة قبل ما تاخدي قرار. مش كل صندوق استثمار هيكون مناسب ليكي، ومش كل مدير صندوق هيحقق أحلامك، بس لو عرفتي تختاري صح ممكن تكون أداة مفيدة في رحلتك للحرية المالية. الأسبوع الجاي هنتكلم عن أداتين مهمين جدا للستات والبنات المصرية: الصناديق الوقائية والذهب. فاستنيني الأسبوع الجاي وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.